خد تعالى لحظة. شايفك اللي قاعد خايف كده ومتوتر وبتقول ان انا مش هلحق تنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية، وكمان بتقول ان المحافظة بتاعتي مش هتنزل مرحلة تانية، مع انك ناقص يعني حاجات بسيطة. في ناس ناقصة درجة او 2 او 3 او 4 او 5 درجات وقاعدة خايفة كده ومرعوبة وبتقول ان هي مش هتلحق المرحلة التانية. لا، وكمان بتقول ان المحافظة بتاعتها مش هتنزل مرحلة تانية. الكلام ده منتشر، في ناس كتيرة بتقول ان المدرسين بيقولوا لهم ان المحافظة كذا مش هتنزل مرحلة تانية، فانت كده مش عارف تنام. هنعرف دلوقتي تنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية، وهنعرف كمان هل المحافظة بتاعتك هتنزل مرحلة تانية ولا لا، والكلام ده اكيد. هنعرف ايه توقعات لتنسيق الثانوية العامة المرحلة التانية، وهقول لك كمان المحافظة بتاعتك هتنزل مرحلة تانية ولا لا. الفيديو ده تكملة الفيديو اللي فات عشان تكون عارف برضو. هنتكلم النهاردة عن 9 محافظات. هقول لك المحافظات عشان تكون عارفهم، عشان ما تسمعش الفيديو على الفاضي. اول محافظة اسيوط، بعد كده سوهاج، بعد كده جنة، الاقصر، بني سويف، دمياط، المنوفية، الفيوم، القليوبية. باقي المحافظات ما تسألش، ارجع الفيديو اللي فات هتلاقيها عشان محدش يسألني في التعليقات. باقي المحافظات بالتفصيل هتلاقيها في الفيديو اللي فات، ده تكملة الفيديو اللي فات. ندخل كده في الموضوع على طول. هقولك المحافظة بتاعتك بتنزل في حدود كام درجة مرحلة تانية، وهقولك هل بتنزل مرحلة تانية ولا لا. ندخل كده في الموضوع على طول. اسيوط بتنزل مرحلة تانية، ما فيهاش شك في كده. واي حد يقولك من المدرسين او جيرانك او صحابك او قرايبك، عشان انا عارف كل ده يعني، لما حد يقولك اسيوط مش هتنزل مرحلة تانية فكك منه. اسيوط بتنزل مرحلة تانية في حدود 3 درجات و4 درجات. حدود كام درجة؟ يعني اسيوط ممكن تنزل في حدود 4 درجات او 3 درجات، ويمكن 5 درجات كمان ان شاء الله يعني. بعد كده سوهاج بتنزل مرحلة تانية، مفيش اي مشكلة، بتنزل مرحلة تانية. طيب كم درجة؟ في حدود 5 او 6 درجات. بس انا اتوقع ان سوهاج السنة دي تنزل مرحلة تانية في حدود 5 درجات، يعني تنزل لحد 240 مثلا. ما تقلقش، سوهاج بتنزل مرحلة تالتة برضو. بعد كده جنة التنسيق بتاعها السنة دي كان عالي بطريقة كبيرة، فجنة احتمال تنزل لها 8 درجات او 10 درجات. يعني لو انت جايب فوق ال 250 ان شاء الله هتلحق ثانوي عام جنة مرحلة تانية. بعد كده الاقصر بتنزل مرحلة تانية كام درجة؟ 8 درجات او 10 درجات. دول الاقصر في المعدل ده بتنزل 8 واوقات 10. بني سويف بتنزل لها في حدود 3 درجات او 4 درجات مرحلة تانية. بعد كده دمياط بتنزل مرحلة تانية اكيد، يعني في حدود 5 درجات او 6 درجات. دي دمياط. بعد كده المنوفية بتكون يعني تحس انك بتشحت منها شوية. انتوا عارفين يعني انا عايز اقول ايه بس مش هقوله يعني. هي المنوفية كده تحس ان هي بتديك، يعني تحس ان الواحد بيديك من جيبه ايه يعني. بلاش اقولها، انتوا فاهمين يعني، المنوفيين فاهمين. المنوفية بتنزل لها في حدود 2 أو 3 درجات، كان خلاهم احسن، بس الدرجة او 2 أو 3 دول بيفرقوا طبعا. في ناس كتيرة بيجي معاها الثانوية العامة على نص درجة. فالمنوفية بتنزل مرحلة تانية في حدود 2 أو 3. الفيوم بتنزل مرحلة تانية طبعا في حدود 5 درجات. واخر حاجة القليوبية بتنزل مرحلة تانية في حدود 5 درجات. يعني مثلا ممكن تنزل مرحلة تانية لحد 225. دي القليوبية. وكمان القليوبية بتنزل مرحلة تانية، فمتقلقش يعني، ممكن تنزل مرحلة تانية 5 درجات وتنزل مرحلة تالتة برضو 5 درجات. كده انا اتكلمت عن 9 محافظات، والفيديو اللي فات اتكلمت عن 9 محافظات، يعني اتكلمت حوالي على 18 محافظة. وال 18 محافظة دول بينزلوا مرحلة تانية، كلام اكيد يعني، وبنسبة 100% يعني كل المحافظات بتنزل مرحلة تانية بشكل عام يعني. كده الفيديو بتاعي خلص. اي حد محتاج يسأل عن اي حاجة يكتب لي في التعليقات، وباقي المحافظات زي ما قلت لك ارجع الفيديو اللي فات هتلاقيها. كده الفيديو بتاعي خلص، استنوني الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.